التطعيم مثلا زي القطعه اللي عند حضرتك او المرايه اللي هنا، اشرحي لنا كده ايه البدايات الشغل فيها بتبقى ازاي؟ دي مثلا دي تطعيم بالابانوس، الاسود ده الابانوس والابيض ده عظم الجمل بديل العاج، لان العاج محرم دوليا فاحنا ما ينفعش نشتغل بيه. فهنا مثلا بنبدا ان احنا نعمل التصميم، دي البدايه. بعد التصميم بنبدا ان احنا ننزله على قطعه الخشب. بننزل التصميم على الخشب ازاي؟ ان احنا غز بالازميل عشان ابدا ان الخط اللي هو الدق بالازميل ده بالظبط، فتنزلي التصميم بتاعك. انزل التصميم على الخشب. بعد ما انزل التصميم هنا بالغز بس ابدا بقى ادخل الراوتر ان هو يبدا يفرغ لي المسافات. وعظم الجمل ليه سمك، الابانوس ليه سمك، النحاس ليه سمك، فبالتالي كل حاجه ليها سمك. كل حاجه ليها سمك. طب بتشتغلي على انه سمك فيهم بقى؟ ما هو انا دلوقتي المفروض ان انا بعد ما بعمل التصميم ببدا ان انا اشخبط على الورقه، بتخيل ايه الحاجه اللي انا هطعم بيها. فانا لو هطعم بالنحاس يبقى مثلا بدرس ان انا هنزل سمك ملي، ده اقل سمك، ده اقل سمك، النحاس اقل سمك بالظبط. العظم انا مثلا بشتريه بجيبه تخانه 3 مللي، فبالتالي بنزل 3 مللي عشان الحقيقه كل ما بتنزل التخانه بتاعتها في الخشب بتبقى امتن، تمام، بتبقى احلى يعني، تحس ان هي كده متغذيه بالظبط، بيبقى زي شغل زمان، الحاجه اللي بتعيش. واحنا كده ده الابانوس، ده الابانوس وده العظم. والعظم التخانه بتاعت الابانوس قلنا الابانوس 3 مللي، 3 والعظم 3 مللي برضه. فانت بتحافظي على انك ما تشيليش منه. لا وتشتغلي يعني هو عادي ممكن اشيل منه، بس بحافظ ان انا انزل سمك يبقى بايت جوه الخشب كويس. مين بقى عامل القطعه الجميله دي اللي فيها دي شغل امنيه، النقش؟ أمنية. لا أمنية. زميلتنا أمنية عاملاها دي، وخدت معاها وقت قد إيه؟ أظن خدت حوالي 3 شهور. هي طبعا يعني القطعة دي هي مستوحية، يعني في منها بالظبط موجود بس كان محفور على العظمة، فهي حبت إن هي تطبقه على خشب فعملته على خشب زان. فطبعا التفاصيل الضيقه دي وان هي تقعد تشتغل ان هي تنزل الارضيات. ده فن ايه؟ قولي لي، ممكن تشرحي لي؟ هو قويمه. انت اللي مدرباها؟ لا في زميلنا نادر هو اللي بيدرب قويمه في المدرسه، وانا السنه دي معاه يعني، بس السنه اللي هي اتخرجت فيها كان نادر. وهي الفكره ان الحاجه بتاخد يعني القويمه في دلوقتي منها بقى يتعمل CNC، بس عمرها ما بتكون فيها روح. ودايما الحاجات اليدوي اللي بتتعمل بتبقى مختلفه تماما عن حاجات CNC او عن حاجات المكن. حقيقه انا يعني استضفت اساتذه اسطوات من دمياط في القايمه عظماء. طبعا الحقيقه يعني طبعا. بس ده شغلك؟ ده شغلي انا. بالظبط. ده قايمه برضه، بس ده شغل. ده قايمه. هي الفكره احنا زي ما حضرتك قلت احنا خارجين من المدرسه اللي هي بيت جميل، هي اصلا الفكره ان احنا نحاكي التراث وان احنا نبتدي نعيد التراث تاني بالحرف اليدويه. فانا كنت حابه ان انا امسك يعني اماكن معينه واحاكي حاجات فيها. فمثلا ده مسجد في الدرب الاحمر، هي يعني ده من الواجهه بتاعته مسجد ايه؟ اسمه قلتبغه الذهبي. طبعا. وده في سوق السلاح في الدرب الاحمر. احب انزل خالف المساجد بالظبط. هي كانت طبعا معموله رخام، بس احنا يعني عملتها على الخشب.